في الفيديو ده هنتعرف مع بعض على بعض الخصائص اللي هتفيدك جدا في استخدام الجيميل، زي مثلا انك عايز تعدل على رسالة بعد ما ارسلتها بس قبل ما توصل للشخص اللي انت ارسلتها ليه، او انك تقدر تعمل رسالة وتحدد لها وقت تتبعت فيه. يعني ممكن تحدد لها بعد ساعة 2 3 يومين، يعني في اي وقت تقدر تحددها فيه. وزي برضو انك تقدر تستخدم الجيميل في حالة لما ما يكونش عندك انترنت. فيلا بينا نشوف هنعمل كده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أول خاصية معانا وهي الأندو مسج. أنا دلوقتي لو جيت عملت رسالة، أختار هنا أي إيميل بتاعي مثلا، وعملت الموضوع هنا أي حاجة، وعملت إرسال. هنا على الجنب من تحت جاني جاري إرسال الرسالة، وفي تراجع هنا، يعني مكملتش 5 ثواني واختفت. فانت لو عايز تكبر الوقت ده اللي هو في زرار تراجع اللي هيخليك من قبل ما الرسالة توصل للشخص اللي انت ارسلتها ليه تقدر تعدل عليها. هاجي هنا على رمز الترس ده واضغط عليه واضغط عرض جميع الاعدادات. هلاقي هنا تراجع عن الارسال، يعني اعدادات عامة تراجع عن الارسال. فترة الغاء الارسال هلاقيها 5 ثواني، اقدر ازودها براحتي. هلاقيها هنا اكتر حاجة الماكسيمم 30 ثانية. هختار 30 وبراحتك انت، يعني لو عايز تختار اقل. وهنزل تحت اختار حفظ التغييرات. كده انا كبرت الوقت اللي اقدر اتراجع فيه عن ارسال الرسالة واعدل وابعت تاني. فانا لو جربت تاني عملت ارسال، هلاقي هنا ظاهرة معايا هي تراجع، هلاقيها هتتأخر معايا شوية لمدة 30 ثانية. الخاصية التانية معانا وهي جدولة الرسالة او schedule message. الخاصية دي فايدتها في انك تقدر تعمل رسالة وتخليها تترسل. الخاصية دي فايدتها في انك مثلا عايز تبعت رسالة في وقت انت هتكون مشغول فيه. يعني مثلا انت على الساعة 3 العصر عايز تبعت رسالة وانت دلوقتي في الصبح، فانت الساعة 3 مثلا العصر هتكون مشغول ومش هتقدر تبعت الرسالة دي. فانت تقدر وانت في ميعادك الصبح تعمل رسالة على اساس انها تتبعت الساعة 3 العصر. هنعمل كده ازاي؟ هختار هنا اي ايميل، هتيجي هنا طبعا اختار الموضوع والنص بتاع الرسالة عشان بس ما نتأخرش في الفيديو. هتيجي هنا تضغط على السهم ده، هتيجي هنا هتلاقي ظهر معاك تحديد وقت ارسال الرسالة، هتضغط عليه هتلاقي في مواعيد هو مختارها لك. انت ممكن تختار وقت براحتك، هنا اختيار التاريخ والوقت، وتحدد اليوم والساعة والدقيقة بالظبط اللي انت عايز تبعتها فيه، وتختار تحديد وقت ارسال الرسالة وتضغط عليها. هتلاقيه بيقول لك جاري ارسال الرسالة. ممكن برضو هنا تراجع، دي اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي undo message. الخاصية التالتة معانا وهي خاصية التمبلت. هضغط هنا على انشاء واختار هنا الميل واختار الموضوع، وهاجي هنا اخلي الرسالة بتاعتي. طبعا هنا الجيميل جاب لي التصحيح الكلمة دي ان هي receiving مش receive. طيب انا دلوقتي الرسالة دي بستخدمها كتير في ايميلات كتير، فانا مش عايز في كل مرة اجي ابعت ميل افضل اكتب في الرسالة دي. في انك تقدر تحفظ الرسالة دي كتمبلت او كنموذج. هتيجي هنا عند ال3 نقاط هتضغط عليهم، هتختار النماذج، هتختار حفظ المسودة كنموذج، هتختار حفظ كنموذج جديد، هتضغط عليها سيبها باسمها كده اللي هو تيست، او تختار براحتك انت، هتختار الاسم يعني انت براحتك. هتختار هنا حفظ. كده انا الرسالة دي اتحفظت معايا. لو انا دلوقتي حذفتها وجيت ضغطت هنا اخترت النماذج اخترت تيست، هلاقيها مباشرة اتكتبت معايا. هتوفر عليك وقت ومجهود كبير، وتقدر تعمل كذا نموذج وكذا رسالة بأسماء مختلفة زي ما احنا عاملين هنا تستو مهم، وتختار برضو حفظ كنموذج جديد وتعمل النموذج براحتك.
بس في حاجة هنا انا نسيت اقول لكم عليها، انك قبل ما تيجي هنا وتختار 3 نقاط وتختار النموذج، بتيجي هنا في الاعدادات اللي هو علامة الترس دي، وتختار عرض جميع الاعدادات، وتيجي هنا في ميزات متقدمة وتفعل اللي هي النماذج. يعني لو هي ايقاف تفعلها، تعملها تفعيل من هنا، وتختار من تحت حفظ التغييرات. الخاصية الرابعة معانا وهي خاصية الاوفلاين مود. لو انا دلوقتي الجيميل النت فاصل معايا وعايز استخدم الرسائل اللي فيه دي، محتاجها في حاجة معينة، بس النت فاصل مش هعرف افتح الجيميل، في خاصية في الجيميل وهي الاوفلاين مود، انك تقدر تستخدم الجيميل وتفتح الرسائل الموجودة فيه اللي هي اصلا اتبعتت وارسلت ليك قبل كده يعني، بس مش هتقدر ترسل او توصل لك رسائل جديدة اللي هي اتبعتت قبل كده. طيب هتشوف الرسائل دي ازاي؟ هتدخل هنا على علامة الترس، تختار عرض جميع الاعدادات، بعد كده هتختار هنا بلا اتصال بالانترنت، وهتفعل العلامة دي، تفعيل البريد بلا اتصال بالانترنت. بعد ما هتضغط عليها هيظهر معاك الاختيارات دي، بيقول لك انه التخزين انت مستخدم 19 ميجا بايت من اصل 59 جيجا بايت متاحة للبريد بلا اتصال بالانترنت. وبيقول لك هنا انت عايز تختار يعني انك تشوف الرسائل اللي من 30 يوم لحد النهاردة يعني، ولا اللي من اسبوع، ولا اللي من 3 شهور 90 يوم. فانت بتختار المدة براحتك وتعلم عليها. بعد كده بتختار هنا اختيار من الاختيارين دول، انه في حالة الخروج من حسابك على جوجل عايز تحتفظ بالبيانات على الكمبيوتر ولا لا، وتختار بعد كده حفظ التغييرات. الخاصية الخامسة معانا وهي خاصية النجوم، اللي بتعلم لك على انه الرسالة دي مهمة. يعني انا دوست على النجمة هنا، قال لي انه الرسالة دي بقت في الرسائل المهمة، اللي انا لو ضغطت هنا على المهمة هتظهر معايا فيه. طيب ايه اللي احنا هنتكلم فيه على النجوم؟ هتيجي هنا في الاعدادات وتختار عرض جميع الاعدادات، هتنزل تحت هتلاقي هنا النجوم ظاهرة معك. انا دلوقتي مستخدم نجمة واحدة، يعني بمجرد ما اضغط على الرسالة بتتعلم بالنجمة الصفر. هو هنا ممكن انت تستخدم كذا رمز من الرموز دي، بحيث انك تعلم على الرسائل او تنوع ما بين الرسائل بالعلامات دي. طب ده هيفيدك بايه؟ هنشوف مع بعض دلوقتي هيفيدني بيه. فانا هختار هنا 4 نجوم، هاجي هنا بقى دي الرموز اللي هو اختارها لي، فانا اقدر اغير فيهم براحتي. ممكن انزل الرمز ده واطلع الرمز ده، وممكن تختار 5 رموز، يعني ممكن اطلع الرمز ده، فبراحتك يعني تنوع وتختار الرموز اللي انت عايزها. وتختار تحت هنا حفظ التغييرات. هاجي هنا في الرسائل، هختار مثلا الرسالة دي، هضغط عليها، بمجرد ما تضغط الضغطة الأولى يختار لك أول رمز أنت مختاره، فكان هو النجمة اللي هي لونها أصفر اللي هي النجمة العادية بتاعتنا. لو ضغطت ضغطة تانية هيظهر معايا الرمز التاني اللي أنا مختاره. بعد كده هعلم على إيميل تاني، مثلا أي علامة هعلم العلامة دي، وهتيجي هنا في المميز بنجمة هتلاقي العلامات ظاهرة معاك. هنا بقى تقدر تبحث عن الرسائل بالعلامة اللي انت معلمها بيها. يعني انت عايز تجمع كل الرسائل اللي متعلمة بالعلامة دي اللي هي يالو بانج، بتشوف اسمها من هنا، تيجي هنا في البحث وتكتب هاز، بعد كده اسم العلامة، ظهرت معاك هي هنا يالو بانج، تعلم عليها. طبعا هنا انا كاتب هاز مرتين، فانت بتشيلها هنا تختارها، ظهرت معاك الرسالة اللي بالعلامة دي اللي هي علامة اليالو بانك. طبعا انت مش عارف اسمها، بتحط الماوس عليها بيجيب لك اسمها تحتها. كده انت بتقدر تبحث بسهولة وبتنظم الرسائل بالعلامات اللي انت معلم بيها. نيجي للخاصية رقم 6 وهي خاصية الكيبورد شورت كاتس. لو انت عايز تعرف الاختصارات اللي تقدر تستخدمها في الجيميل، فانت تقدر تعرفها من انك تضغط على شيفت زائد علامة الاستفهام، يعني شيفت علامة استفهام، جاب لك كل الاختصارات اللي انت تقدر تستخدمها في الجيميل. تقدر تحفظها طبعا وتساعدك في استخدام الجيميل بانك تستخدم لوحة المفاتيح. الخاصية رقم 7 معانا وهي السكيورتي ميل. الخاصية دي تقدر انك تعمل ميل، يعني مثلا الميل ده
وتبعته لشخص بكلمة سر، وتبعت له كلمة السر دي بقى على الموبايل او اي حاجة، محدش يقدر يفتحها غير بكلمة السر دي. يعني مثلا يكون هو سايب الميل بتاعه مفتوح او اي حاجة، فهو اي شخص مهما كان ايميله مفتوح او اي حد يقدر يدخل على ايميله، محدش يقدر يشوف الرسالة دي غير بالرقم السري اللي انت بعته للشخص ده على الموبايل او على اي ايميل تاني. فانت بتضغط هنا على العلامة دي اللي هي علامة القفل، وتقدر هنا تختار انه صلاحية الوصول للرسالة. يعني هو بكلمة المرور اللي انت بعتها له دي يقدر مثلا خلال اسبوع يفتح الرسالة بيه، بعد كده مش هيقدر يفتح رسالة بيه. وتقدر تزود المدة هنا براحتك، معك لحد 5 سنوات. وتيجي هنا تختار ارسال رمز المرور في رسالة قصيرة. وبرضه هنا في من خواص الرسالة السرية دي انه ما يقدرش يشاركها او يعملها فورورد لاي حد تاني. فبعد كده بتختار حفظ. طبعا جوجل هو اللي هينشئ رمز المرور مع نفسه، هيبعته له على في رسالة قصيرة على الموبايل. يعني انت بعد ما تكتب ميله هنا، لو ميله ده هو مسجل معاه الموبايل وكده، هيبعت له رمز المرور على في رسالة قصيرة على الموبايل هو مسجله. هتضغط هنا حفظ، وتضغط بعد كده ارسال. الخاصية رقم 8 معانا، وهي انك تقدر تعمل رد آلي لرسالة معينة. يعني لو انت مثلا في اجازة وعايز اي حد يبعت لك رسالة يعرف ان انت في اجازة حاليا ومش هتعرف ترد على الميل ده، فهتيجي هنا في الرمز الترس وتختار عرض جميع الاعدادات، وتنزل تحت خالص هنا في اعدادات عامة، هتلاقي هنا المجيب التلقائي. تختار تشغيل المجيب التلقائي، وتختار المدة اللي هيفضل فيها الميل عندك يرد يعني اوتوماتيك. فانت بتختار مثلا هو جايب لي هنا الاختيار اليوم اللي انا بسجل فيه الفيديو مباشرة هنا، فانت بتختار ايه اليوم هنا براحتك. واليوم الاخير تختاره براحتك، او ممكن تسيبه لحد ما انت ترجعه تاني. يعني تيجي هنا وتعمل ايقاف المجيب التلقائي عشان توقف وضع المجيب التلقائي. بعد ما اخترت اليوم الاول واليوم الاخير، هتكتب هنا موضوع الرسالة، تكتب مثلا اجازة، بما انه كتب انجليزي فهنخليها vacation. وتكتب هنا النص الرسالة اللي انت عايز تكتبه. يعني مثلا تكتب ان انت حاليا في اجازة وهتعود مثلا يوم كذا، وهتقدر ترد عليه وكده يعني. وتختار هنا حفظ التغييرات، فكده الجيميل هيتحول للرد التلقائي. طيب ايه فايدة المجيب التلقائي؟ فايدته في انه طبعا يعني باينة انه الشخص اللي بعت لك الرسالة يعرف ان انت حاليا مش تقدر ترد عليه وان انت في اجازة، فبالتالي يبقى مدرك للموضوع ويعرف مثلا لو في حاجة مهمة يعرف يتعامل معاها. بعد كده معانا الخاصية رقم 9، او يعني هي معلومة تقريبا مش هتبقى خاصية، في انك مثلا الجيميل مش بيعترف بعلامة الدوت، ومش بيعترف بالبلس. فانت تقدر يعني تستخدم الحوار ده. يعني مثلا انا لو كتبت الميل بتاعي هنا، انا ده الميل بتاعي وبعد كده @gmail.com. يعني فانت تقدر يعني لو انا ما بين الكي المحمد والكي اتش دي حطيت دوت، هو كده يعني لو ارسلت الايميل هيبقى عادي، هيوصله زي الفل. يعني علامة الدوت دي الجيميل مش بيعترف بيها، والعلامة التانية اللي مش بيعترف بيها الجيميل وهي علامة البلس. فانا لو كتبت كده مثلا ده الجيميل بتاعي، هاجي بعد كده هضغط بلس واكتب اي حاجة هنا، بعد كده @gmail.com. كده انا برضو الميل بتاعي يتبعت عادي ومفيش اي مشكلة. طيب انا بستفاد بالحوار ده في ايه؟ انت مش بتستفاد بيه هنا في انك تبعت ميل او كده. يعني ممكن تستفاد بيه هنا في انك مثلا تيجي في الرسائل المرسلة وتبحث بالجزء اللي هو بلس زائد الاسم التاني اللي انت سميته. بس الاستفادة الأكبر في إنك مثلا في مواقع كتير بتحتاج مثلا تنزل كتاب من عليها، تنزل أي حاجة، بيقولك سجل الميل، ويفضل طبعا بعد كده يرسل لك يعني رسائل على الميل بتاعك في عروض في أي حاجة تانية، طبعا بيعمل لك دوشة كبيرة. فأنت تقدر تسجل بالبلس زائد
الاسم الوهمي التاني ده اللي هو جنب ميلك الحقيقي. بعد كده هتعمل فلتر او مجلد في ان اي حاجة تجي لك باستخدام الجيميل ده اللي هو محمد بلس كذا مثلا تروح في الفولدر ده. فبالتالي كل المواقع اللي انت مسجل فيها بالخاصية دي هتروح في فولدر واحد، تقدر تتحكم فيه براحتك، تحذفه، تعمل له ميوت، تعمل له اي حاجة، ويبقى ما يعملكش ازعاج ولا يضيع عليك الرسائل المهمة. الخاصية رقم 10 معانا، واحنا كنا اتكلمنا على الجزء ده في الفيديو السابق، بس هنا هنقول حاجة فيه يعني ما قلناهاش في الفيديو السابق، وهي خاصية الدارك مود. هتيجي هنا على رمز الترس، تضغط عليه، تيجي هنا عند التصميم وتختار عرض الكل، وتيجي هنا تختار الرمز الأسود ده اللي هو يعتبر الدارك مود عندك في الجيميل، وتختار هنا حفظ. كده انت عملت جيميل على وضع الدارك مود. وبكده يكون خلص الفيديو بتاع النهاردة. لو كنت استفدت بأي معلومة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشير الفيديو ده ما بين أصدقائك عشان يستفادوا زيك، وبرضو ما تنساش السبسكرايب في القناة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.